أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ربما هي الصوت الأعلى والأنقى والأغلى بين الإذاعات، والنهاردة هنتكلم عن قصة إذاعة القرآن الكريم وصاحب فكرة تأسيس إذاعة القرآن الكريم الدكتور كامل البوهي. ولد الدكتور كامل البوهي في 28 ديسمبر 1924 في قرية جريس مركز أشموم محافظة المنوفية، ودي من القرى المشهورة بصناعة الفخار. تخرج من ليسانس الآداب جامعة القاهرة سنة 1953 والتحق بالإذاعة سنة 1954 وأصبح من مذيعين البرامج الدينية. وفي خلال ال3 سنوات الأولى من عمله تقدم باقتراح لإنشاء قناة إذاعية للمصحف المرتل، لكن الجدية في التعامل في الفكرة ما كانتش واضحة جدا. وبعد ما اتأكد إن الفكرة ما اتدرستش واتدفنت جاله عرض تدريس اللغة العربية في يوغوسلافيا، ووافق بالفعل وسافر إلى يوغوسلافيا، وأثناء عمله هناك حصل على الدكتوراه وألف أول قاموس عربي يوغوسلافي. وبعد رجوعه إلى القاهرة 1964 انطلب منه إعادة تنفيذ الفكرة اللي عرضها على الإذاعة، وكانت بداية تجهيز قناة لإذاعة القرآن الكريم بدون أي برامج لمدة 24 ساعة. وبالفعل وافق الوزير على الفكرة، وافق على إنشاء محطة إذاعة القرآن الكريم وأن تعمل لمدة 14 ساعة. وفي انعقاد مؤتمر المجمع الإسلامي الأول أعلن عن انطلاق الإذاعة، وأن البث المباشر سيكون من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 10، ثم من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 11 مساء. وبعد الخطوة الأولى كانت الخطوة الثانية، وهي مين اللي هيسجل ومين اللي هيبدأ يرتل القرآن الكريم. انطلب من القراء أن يتقدموا بمظاريف للإذاعة تحتوي على الأجر اللي هتقاضوه، لكنها كلها سقطت أمام مظروف الشيخ محمود خليل الحصري الذي كتب أنه لن يتقاضى أجرا، وأن يقدم مجهوده وتلاوته إهداء لإذاعة القرآن الكريم. وفي دخول عام 1967 انضم كل من الشيخ محمود صديق المنشاوي والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد. وطبعا كان في الصفحات الأولى كان في خبر موحد طبعا، وإنه وفد من علماء ومشايخ وطلبة الأزهر توجهوا إلى القصر الجمهوري لشكر الرئيس جمال عبد الناصر على إنشاء إذاعة القرآن الكريم. بعد النجاح فتش البوهي عن تطوير الفكرة بعد ترتيل القرآن. بعد فكرة المصحف المرتل لازم يدخل فكر الوعي الإسلامي داخل المحطة، ومن هنا كانت فكرة البرامج المسموعة. وبالفعل من كلمة مدتها 3 دقايق وهي جملة يا أمة الإسلام بدأت تتوالى البرامج، ومنها الدين المعاملة وبريد الإسلام ورأي الدين. لم يكتفي الدكتور كامل البوهي بالإذاعة على ترتيل القرآن وعلى البرامج، ولكنه كان دايما شايف أنه لازم يطور فيها، وده بالفعل اللي عمله. ولكن كانت في بعض الأمور اللي كانت دايما بتعوقه في سرعة اتخاذ القرار، ولكن عشان كان هو راجل مقاتل وما بيأسش وإداري ناجح كمل، قرر يخوض معركة تانية، مش معركة واحدة، ده 3. كان عايز صوت الأذان يبدأ في إذاعة القرآن الكريم والتواشيح والابتهالات، ويعمل برامج توعية نسائية. وبالفعل انطلق صوت الأذان في المحطة في يوليو 1966، ونجح في ظهور أول ابتهال للشيخ نصر الدين طوبار في 1973. وبرامج الأطفال اللي كانت بتذيعه صوت فاطمة طاهر. كان البوهي دائما يكسب معاركه بالصبر واليقظة والبحث عن بدائل. ومن فكرة الدكتور كامل البوهي بإذاعة القرآن الكريم ما زالت الإذاعة حتى الآن مستمرة، ويتوافد عليها أجيال من عمالقة القراء. وزي ما عودناكم وفي نهاية كل حلقة بيكون ليها رسالة، ورسالة حلقتنا النهاردة احنا هنقولها في جملة، وهي الأثر اللي سابه الدكتور كامل البوهي بعد وفاته، وهي إذاعة القرآن الكريم. بعد ما خلصنا حلقة النهاردة اسمحوا لي إن أنا أقرأ معاكم حاجة كانت عجبتني في كتاب الكاتب عمر طاهر. هو كاتبها كده في كتابه إن ده مقال للكاتب الكبير أحمد بهجت في جريدة الأهرام في مايو 1985. المقال كان بيقول: هذا الأسبوع مات الرجل المسؤول عن إذاعة القرآن الكريم. كان رجلا كريما ينفق وقته وصحته وعلمه في الدعوة، وكان صوته يتردد في كل مكان. الرجل الذي أوقف أكثر من مرة عن الإذاعة لمواقف مشرفة وصادقة، كافح طويلا من أجل تطوير إذاعة فريدة، وسمع لصوت المرأة أن يخدم قضايا المرأة والطفل، ولقى في سبيل نجاح الإذاعة الكثير من العنت والمتاعب، لكنه كان يتحمل في الله كل شيء ويصبر. رحل الرجل الذي كان يسعى للأفضل وللكمال من حيث الخدمة والأداء، وحسب الرجل أنه كان أول من أسس الفكرة
ودعا إليها وعمل من أجلها حتى أدرك أجله. رحم الله الدكتور كامل البوهي وجزاه عنا خير الجزاء، وألهم قراءه ومستمعيه الصبر. بهذه الكلمات للكاتب الكبير أحمد بهجت نكون انتهينا من حلقة النهاردة. أتمنى إن فعلا تكون أثر لينا كلنا، إن احنا نعمل الخير، نعمل حاجة لآخرتنا، نعمل حاجة فعلا تفضل بعد ما نمشي تكون أثر خير لينا الناس تفتكرنا بيه. أقاويل شرف.